السعوديه. عقلت جو بونس وي مشات لي الانترنت داك النهار معك مره اخرى وما قدرتش. حتى دابا ما غيمشي لك كتبتيني الانترنت حتى دابا راه غيمشي لك. لا دابا انا في الدار بوحدي غناخد راحتي، تليفون شارجي فل، كل شيء صافا. وفكرني في ليستواغ ديالك. واخا انا نعاودها لك دابا وغادي تفهمي. اوكي، اول حاجه كنحبك، كنموت عليك، كنحماق عليك، راه ما يمكنش، راك انت اللي مونتني في هذه الغربه، عرفتي؟ كنبقى نسمع ليه لايف ديالك، كنا يعني شوفي في البدايه ما كنتش كنسمع الصراحه، واحد 10 سنين درت واحد الاغلاط، ولكن يعني ها كنحاول نعتق راسي، فهمتي؟ داكور، مرحبا زين. ولكن مؤخرا وليت كنسمع ليه لايف ديالك، صافي مرحبا حبيبه، مرحبا كنبغيك بزاف. الله يحفظك الزين، الله يحفظك. الله يخلي لك بنياتك، يربيو فيهم كيف بغيتي، وتشوفوا طاعة الله ورسوله. ميرسي. وحاجه اخرى، مرحبا بك الا بغيتي ديري عمره ولا بغيتي تجي السعوديه مرحبا بك عندي، وديك لمكه وديك المدينه وفين ما بغيتي. لا اختي ما بغيت والو، شكرا جزيلا. المهم زعما هذا كدابيه. ميرسي بوكو. العفو داكوغ. اوكي شوفي انت عاونيني شويه وانا غادي نطالع. فكريني شحال عندك من عام؟ اوكي انا عندي دابا غادي ندخل 31 عام. داكوغ، شحال من عام وانت في السعوديه؟ اوكي كتعتبر 10 سنين. 10 سنين داكوغ. انا اللي قلت لك كنت مجوجه بالسعودي وخاني مع صاحبتي وطلقت، فاش كتعرف جو مغابيل كنتي عاودتي لنا هادشي، حيت ماشي كلشي كنعقل عليه. كملي. ماشي مشكل. اوكي غنعاود لك. المهم انا كانت عندي 16 عام، تعرفت على السعودي، من 16 عام ل 21 عام تزوجنا. المهم تزوجنا، جيت للسعودية، عشت معاهم 3 سنين، الحرب والقتال وامور. الصراحه عائلته كانت ظريفه، ولكن هو كان زهواني خانس، كلهم زهوانيين خانس. المهم وليت كنشوف خيالك في كاكنات لابارت، كنت باغي نحلك قلبي مي دوماج، وصلت مع الطال واخا نغوت، عرفني طايح في لوب توكسيك وبرامس. انت سيدي بكاع داكشي اللي انا ضحيت بقرايتي وضحيت بعائلتي، وبا قال لي انا غادي تزوجي بي. انا واحد الكلمه خايبه نقولها، قال لي انا شي قواد، بغيتي السعودي تزوجي به شغلك هذاك، غا ما ترجعيش ليا مطلقه. قلت لي صافي، منو نخلق منو نموت. المهم تزوجنا، دات العراسيه، طلعت فوق العماريه، موتي المسميمه. موتي المسميمه تاعي والله تدرت قصه من بلا شي، قبل ما نعرف درتها السم فوق العماريه. شحال صعيبه ديريها. والله تدرتها. المهم سلامه بسلامه، صافي جيت للسعوديه، صبرت. انا فاش كنت كنقول لك كنت كنشوف دانون سوبر مارشي، كنت كنتشهى وما عقلت على هادي، عقلت وي صافي. صحابو كينزلوا للمغرب، كنعيط لماما، الو ماما صيفطي لي 5000 درهم. صافي جو مغابيل. صافي جو مغابيل على هاد لي 5000 درهم، كيجيبها يوصلها ليا. المهم ناكل داكشي كاع اللي تشهيت، نمشي نشري حوايج جداد. المهم انا عندي الحوايج، نهار ماما غتصيفط ليا الفلوس عشان عزتو عليا ما غطاش ودنيا. ومع ذلك كنت صابره، زعما قال لك الحب والحرب والقتال، ما كان لا حب لا والو. واي شوفي المراهقه ديالي كانت معاه، راكي عرفتي الحب ديال المراهقه، تكوني ما كتقشعيش عليه. تخيلي انا كنهبط لدارنا المغرب مثلا، كنعيط لعائلتي الرجاله بسميتو، ماشي كنديرها قصدا. واش فهمتي العيب؟ تالمو كنت كنبغيه، كنت كنموت عليه. شي كنخرج الراجل كيدوز من هنا، انا كنقطع من الشارع الاخر احتراما له. بهذه الدرجه انا اصلا من عائله متدينه، داكشي ديال الزيف واللحيه والصلاه والقران والكتاب وسير واجي. واش فهمتي؟ انا من هاد الوسط الوسط البيئي. المهم
غنطلق. انا غادي نبدا لك ليستواغ من غنطلق. غنطلق غادي نمشي للمغرب. قلت لك غنمشي للمغرب. انا في سيمانتي رجعت للسعوديه. هي فاش قلتي تلاقيتي بشي حد ملي كنتي في المطار وهو اللي دار لك هذيك الورقه كوم كوا ياك كملي؟ تلاقيت مع واحد. المهم مشيت في واحد الطيران خليجي وانا البكا ويلي البكا انهار تجري من عيني. ايوا صافي هي هذيك اللي مالك عاودت لي انا اللي تلاقيت معاه على بالك كنتي باقي داك الجرح جديد. اللي تلاقيت معاه نعاود لي تلاقيت مع مول الزبل نعاود لي تلاقيت مع داك الاستاذ نعاود لي وما ايوا بديت ما المهم نعاود. هذاك خينا اللي في الطياره خديتي النمره ديالو؟ لا داك الخينا اللي في الطياره قال لي دابا فهمتي فين غتمشي؟ قلت له انا راه ما قلت لعائلتي انا ما عرفتش فين غنمشي. قال لي المهم شوفي انا غادي نجلس في المغرب واحد السيمانه. الا بغيتي تجي تجلسي عندي في الدار اللي غادي نكريها بيد ما شفتي شنو غديري. ناض هو الله يرحم لي الوالدين كراها شهر ليا. هو جلس فيها غير سيمانه. والمهم هو كيدخل البيت هو كيدخل البيت هو الفتيات للداخل وانا كنبقى في الصالون برا كيسالي مع راساتو. كنوض انا كندخل البيت هو كيخرج الناس في الصالون. الصراحه زعما ما قاسني حتى في طبعو. على هو كان كاين غير بارطما ياك هذا حقير؟ لا هو كان بحال الاير بي ام بي فهمتي ولكن بارطما كان في بيت وصالون. في الاستوديو. وانت كان حقير وانا كنت حقير اصلا. انا الحقيره اللي كنت غادي نمشي نجلس اللي كنت غنجلس في الزنقه بقى جالسه بحال القوه هذا جالسه كتسناي وميسالي وميسالي دخلت نفسي في البيت. جاي سالي وداك الشيء صافي وانا ندخل لبيت الناس. وهو يصيفطها في حالاتها وهو يخرج برا. المهم وكرا طوموبيل هو المفروض غيكريها سيمانه كراها ليا شهر خلاها ليا. هو اصلا اون ديبي في المطار كراها بسميتي. والمهم غنقول لك انا غادي ننزل في لاسانسير غادي نتلاقى مع واحد من هاد البلاد اللي انا فيها السعيده التعيسه. ايوا المهم غادي يقول لي انت لابسه العبايه ما لابسه العبايه هذه. انا كندوي بسعوديه بحال تقول لي سعوديه بنت البلاد ما مستحيل تفرقي. المهم هو هضر معايا بالسعوديه انا هضرت معاه بالسعوديه داكشي قال لي غنعرض عليك المشى مشينا تعشينا. والمهم عاودت لي قصتي حتى هو عاودتي هو قلت لك راه العساس اللي بزنقه ونبكي ونعاود. ايوا المهم هي هذه قال لي واش بغيتي ترجعي؟ قلت لي مرحبا والف مرحبا. قال لي صافي انت بعد غدا غادي نرجع غادي ندير لك الفيزا واجي. قلت لي صافي. انا اصلا ملي كنت بجوجه كنت كنخدم في واحد لاصال عندنا هنايا مشهور. جو مغابيل قلتي خدمتي في واحد لاصال كنتي قلتي ايوا رجعت على اساس انني كنت مريضه وكونجي ورجعت خدمت. وي جمعت شويه ديال الفلوس. قال لي داك اللي السعودي اللي في المغرب اللي غادي يرجعني طلع هو هذا. واو يا وي خدمتو اوفيسير قواد؟ لا خدمت اوفيسيال. هو كيخدم مع الدوله ولكن كيدير شي الدريات ولكن هو ابار وي الو كتسمعيني؟ وي كملي. المهم هو قال لي غادي تعطيني ما يقارب بالمغربي بالدرهم المغربي 15,000 درهم في الشهر. الا كانت شي حاجه انا غادي نجيبها لك والا كنت انت دبرتي وخرجتي ومشيتي وجيتي. المهم انا الاقامه ديالك اللي غادي تكون معايا وعلى سميت خصك تعطيني 15,000 درهم باغ موا. قلتي هي اللي ما تعاودش. ويلي لا بلاش انا نوريك. قلت لك هذه كانت كونفرساسيون بيناتنا في الواتساب. انا ديك الساعه ما عنديش مع هذا الشيء فهمتي. ماشي الستيل ديال ما يمكنش ليا نهائيا ما يمكنش ليا. المهم قلت لي واخا سيدي نمتيش درتي عيطتي لطليقك قلتي لي جي تخليها اش كاين الكونفرساسيون اش قال لي غادي نقول على كفالتك. مشيت عند هذاك قلت له غادي نقول على الكفاله. قال لي لا. قلت له ماشي مشكل انا نطلع لمكتب العمل ونوريهم هادشي اللي انت برك تقول فيه الحبس. ناض هو خاف. المهم بدل لي الاقامه على طلاقي. طلاقي وانا ساكنه مع داك البنت اللي كانت خدامه معايا في لاصال. اجي رجعي انا ديك الساعه صافي سابوا رجليا فهمتي.
ما بقيتش بغيت نرجع انا لذاك البيت الزوجيه، وليت بغيت نخرج انا نجلس مع الناس في القهوه. ديك الحياه اول مره غنشوفها فبهراتني، فهمتي؟ المهم رجعي هضرت مع واحد الدريه مغربيه كتلاقيت معاها في المطار. قالت لي شوفي انا غادي نشوف لك واحد السيد في مدينه اخرى، خصني ناخذ طياره باش نمشي، راه غيكفلك وداك الشيء وتمشي تما. قلت لي هو اصلا كان بيناتهم علاقه وداك الشيء. قلت لها اوكي. قالت لي شوف راه ما غادي يطلع فيك ما والو. المهم نتبلكا، جيت ركبت في الطياره، جيت عند السيد، هضرت معاه، جلست معاه، جات هي، هضرنا مع بعضياتنا، طلع السيد الله يعمرها دار. المهم من ديك الساعه امايا وانا ما كنعرفش راسي شكون انا. كيفاش بغيت نشرح لك؟ يعني انا ماشي هذيك البنت اللي تربيت في هذاك الدار في هذاك المجتمع، وليت وحده اخرى كاريمون، وليت وحده خارجه للطريق، وليت وحده السهرات، وليت وحده الطاسه وقرطاسه، وليت وحده ما عنديش مشكل في اي حاجه. فكان عندك من عام وصلتي لهذا الشيء؟ 23 عام. وي 23 عام. كتخرمزي؟ ماشي كنخرمز، شي حاجه ما يمكنش عقلك يستوعبها، راه بزاف شي لك اي حاجه ما كانش عندي فيها المشكل. في موقف انني انا نصوفي راسي، نصوفي حياتي، انني انا كنت من الزنقه هنايا في هذا البلاد، كنت في الزنقه نعس في الزبل. ما كاينش اللي عتقك الا ما عطيتيش، راه ما كتاخديش. يعني شوفي هذه رساله لاي بنت برغوشه، سمحوا لي على كلمه برغوشه زعما صغيره، باغا زعما فرفر لها عقلها وقال لها عقلها نطير ونخرج ونهرب من دارنا راكي غتولي فهمتي؟ البنات راكي غتولي جفاف كيشوفوا بويك الرجاله الزنقه، حيت ما كايناش شي حاجه سميتها غناخذ بدون مقابل، ما كايناش نهائيا. واخا كملي لنا اش درتي. المهم وحده قالت لك نصيحه ما تبقايش تمشي للمطار. لا شوفي والله ما نقول لك واحد الحاجه، شي انا برضات الوالدين ربي يوقف معايا في مواقف كنت كنقول انا كيفاش خرجت ميعطون. لا اسمحوا لي، كيفاش رضات الوالدين اصلا؟ كل كانت هاد رضات الوالدين خدامه من النهار الاول ما يوقع لك والو، ما خدام والو، هاد الهضره ما كتعجبنيش. لا شوفي هذه الحياه لا هادو تشويسز، هي تشويسز، ولكن ملي كتكوني في هذاك التشويسز اللي انت اختاريتي وكيكون مثلا غادي تجيك الدقه للراس، جاتك الدقه للراس، كنتي باغا اكثر من ان التكرفصه اللي كتعاودي. اش من رضات لا ويلي ماشي تكرفيت، ويلي كليت لاصا، ويلي بلاتي انا جايك الهضره. المهم صافي هي هذيك، جيت لذاك المدينه الاخرى، هزيت بوازي جيت استقريت هنايا، خديت اون ابارتمون. خديت داك لابارتمون شويه واخا انا غادي نعاود لك. اول وحده غادي نتعرف عليها، اول بنت يعني كامرا غادي نتعرف عليها في هذه المدينه اللي انا جيت فيها. اوكي غادي نتعرف عليها غدا في الكورنيش، وغادي نتلاقى معها ونبقاو نهضروا انا وياه. هذيك هي نقطه التحول الكارثيه في حياتي، اللي انا ندمت على النهار اللي كنت ما تخلقت، استغفر الله العظيم، وما تعرفتش على ديك البنت اللي دخلتني الكارو، اللي دخلتني المخدرات، اللي دخلتني لواحد العالم. شنقول لك مايا، انت بغيتي ما دخلاتك. لا هي اللي عرفاتني، انا كنعترف انني انا انسانه شخصيتي ضعيفه. انت بغيتي وي الا جينا للحق انا اللي بغيت صافي تلصقات الدريه بروبوزات، انت كتقولي ولا كتقولي لا؟ كملي. بصح. المهم تعرفت على ديك الدريه وداك الشيء، بدينا كنخرجوا مع بعضياتنا. شوفي غتدبروا مع هذا، وي غتجلسي مع هذا، غتعرفي على هذه، شوفي هزي هذا، شوفي انت غاش عليه غاش عائله راه ما غادي يدير لك والو. المهم من هذه كنا كندبروا كنخرجوا، راه ما نقولش كما يرى الخروج ديال الهبال، راه كانت عندي الزبل ديال الفلوس. يعني كنخرج انا ساعه مثلا ب 10,000 درهم، واش فاهم؟ يعني كنقول لك مثلا واحد 6 سوايع راه عندي واحد 6 المليون تحت مني في النهار، والخسر
في النهار وي في النهار في النهار اونتخ طون والديك كانوا عارفينك اش كديري؟ والديك اش كتقولي لهم كديري؟ لا اوكي انا والديا انا ماما مني طلقت ورجعت عيطت لها وقلت لها قلت لها شوفي راه الموضوع واحد جوج ثلاثه انا طلقت وانا ما غاديش نرجع غير باش الا كانت شي حاجه مستقبلا نعطيك واحد نبذه عن شنو السيتويشن اللي انا كنعيش في حياتي باش حتى عرفتي ما تصدميش حيت انا الوحيده اللي عند والديا فهمتي. قلت لها الا عرفتي السيتويشن ما تعرفيش تخيلي ماي 3 سنين من بعد طلقتي بابا ما عرفنيش راني مطلقه لا والطليق الحبيب عرفتي ديال مطلقه تنصاحب معك هي اللي باغي يدير. قلت لي انا لا قلت لي اسمح لي قلت لي المهم شوف في المناسبات انا بابا ماشي داك الانسان اللي كيبقى يحكر على الحاجه. انا بابا عادي طلعت نزلت ماشي ما كاينش معانا كاش الرجوله ولكن ما كيبقاش يحكر على الاشياء. كاينش الرجوله ماشي اب هذاك غير جينيتور ماشي اب. الاب كيحكر وكيبروتيجي وكيقابل وكيتبعك ويعرفك فين غادا ويجرك ويحامي عليك باك بحال بزاف د الباوات غير والد